السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني. جيت النهارده عشان اسلم عليكم. بقالي كام يوم طبعا ما صورتش، ده انا بقالي كتير بغيب واطلع لكم كده بحاجات بسيطة كده وعلى قد الايد. ايه رأيكم في الجمال؟ ازيكم الاول؟ ايه اخباركم؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده عملت حبة كشري على السريع. مش عارفه اعمل اكل ايه، الواحد زهق بقى، زهقنا خلاص بقى، والحر جه والعيشه بقت غاليه والدنيا بقت ما شاء الله ما شاء الله، ونقول الحمد لله. زي ما قلت لكم كل مره اقول لكم ايه، الحمد لله، رضا من عند ربنا. حتى لو احنا هناكل لقمه فول لقمه نشط، نقول نحمد ربنا ونقول الف حمد والف شكر ليك يا رب. وطول ما انت بتحمدي ربنا ربنا بيزيدك. لكن منين مش عايزينها. مش عايزين كلمة منين يا جماعة والله. نحمد ربنا، أي لقمة تتحط قدامك كليها. النفس عزيزة يعني، ماشي كلي. مش عاجبك الأكل ما تاكليش. ومفيش أكل، نقول الحمد لله، نحمد ربنا على كل شيء، على كل حاجة ربنا بيديها لنا، ونقول ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. النهارده رحت عاملة حلة كشري سريعة أهو على قد الإيد. المكرونة موجودة في البيت، العدس موجود في البيت. حلاوه الحاجه لما تكون موجوده في البيت ما بتحسيش بيها. بتعملي قوام كده. عملت حله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا هي بتبقى حله واحده. ازاي ما تعرفوش؟ ناس كتير تعمل الكشري المصري ده، العدس لوحده والرز لوحدها والمكرونه الاسباجيتي لوحدها والمكرونه المقصوصه لوحدها. لا، انا بجمع كله مع بعض وبعمل حله واحده. طب اوصف لكم انا بعمل ايه؟ نوصف بقى مع بعض كده نعمل ايه. انا بجيب حله فاضيه، حله الاول صغيره بسلق فيها المكرونه. تمام. دي بخليها وبسلق العدس. وفي الحله الكبيره بروح محمره المكرونه الاسباجيتا. بروح محمراها تحمير. بعد ما تتحمر بروح حاطه لها الميه. بعد ما احط الميه، دي قصه دي ولا ايه؟ بعد ما احط الميه بروح حاطه حبه رز، بس ما تحطيش رز كتير، حبه صغننه. بس النهارده كان عندي رز بالشعريه جاهز. رحت استنيت لما المكرونه استوت، رحت حاطه حبه الرز اللي عندي. وحطيت المكرونه، شطفت المكرونه ودلقتها، وشطفت العدس ودلقته. بقى حله واحده وعلى قد الايد. بصوا، قول ما شاء الله سخنه وعلى قد الايد، وقول ما شاء الله. اوبا، بصوا اهي، كله على بعض، شكلها تحفه ولا تحفه. سخنه. وانا غرفت هنا طبقي دوت اهو، ونغرف طبق لاحمد ما شاء الله. بصوا اهي، الدلع ايه، مين جعان مين جعان. بصوا اهو، بص الدخانه اهي ما شاء الله، لسه منزلاه من على البوتاجاز. بصوا يعني مفلفل ومش معجن اهو. بص الرز مفلفل على اهو ما شاء الله ما شاء الله. قولوا ما شاء الله. وكده احلى رز كشري ده ولا ايه؟ وقولوا ما شاء الله ما شاء الله. وهنا كده بحط الصلصه، واللي عايز صلصه بيحطها. بصوا اهي تحفه. الطبق ده بتاعي انا وعلى قد الايد. بصوا ايه رايكم في الجمال؟ وكده فيديو صغنن وعلى قد الايد، ونقول الف حمد والف شكر ليك يا رب. بسم الله ما شاء الله. بصوا الكشري ناقصه حاجه. في حاجه ناقصها في الكشري المصري، اكتبوا لي في التعليقات، انا مش هقول لكم عليها على فكره، انتوا هتعرفوها لوحدكم. الكشري ده ناقص له ايه؟ كتير قوي بيحب ياكلوا فهمتوها؟ افهموها بقى انتوا. اكتبوا لي بقى في التعليقات الكشري ده ناقصه ايه. يلا، وكفايه عليكم كده، وما تنسوش اللايكات والاشتراكات. وخلوا بالكم معايا، انتوا اللي هترفعوا لي، انتوا اللي ترفعوا صفحتي لسه ما اترفعتش طبعا على يدكم. وعشان انتوا نايمين خالص، وشدوا حيلكم معايا عشان الواد الغلبان دوت. الغلبان ده اللي دوشني النهارده، بص مش واقف معايا. يلا، كفايه كده. اقول لكم طبق كشري على قد الايد، والف هنا للي يجي ياكله. انا هاكله واحط لكم تاني في طبق تاني اهو. يلا كفايه قوي كده، اقول لكم باي باي، مع السلامه.